المشاهدين أجيب على مجمل الآن ما ذكروا أخينا الأستاذ عدنان، وعلى ما ذكروا الأخوين الذين الأخ الدوسري والأخ النجيمي. فأقول هم حاولوا أن يتهربوا من قضية أن عقيدة ابن تيمية عنده أن الله بصورة إنسان، وقالوا بأن هذا الحديث شاب أمرد. صححوا ابن تيمية بعد ما كانوا في الحلقات السابقة منكرينه، اعترفوا الآن عندما أتيت لهم بالدليل من كتب ابن تيمية بأنه يقول عنه صحيح. الآن أولوا صاروا يقولوا بأنه رؤية منام، وأنا أقول لهم أن أن الله بصورة إنسان هي عقيدة ابن تيمية بجميع كتبه، وأقر في ذلك فضيلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الكتاب للشيخ التويجري، وقرض له توجري كتار. مين التوجري؟ طيب خلاص ما تقول توجري في المطلق. لا بدي أحكي كما تقول السقاف في المطلق، ما تقول فلان في المطلق. هو تأليف الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وقد قرض الكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز، وأثبت أن هذه عقيدة ابن تيمية. والكتاب متوفر مطبوع في دار اللواء في الرياض، الطبعة الثانية سنة 1409 هجري. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب أن الشيخ التويجري وفقه الله وبارك في أعماله فيما ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرحمن. يعني سيدنا آدم ربنا خلقه الله على صورته، معناه ربنا جل وجلاله على صورة إنسان وهو سيدنا آدم. وسمى مؤلف في ذلك عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، فألفيته كتابا قيما كثير الفائدة قد ذكر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرحمن وفيما يتعلق بمجيء الرحمن يوم القيامة. ثم يقول: وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن رهوي والآجري وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون من الأئمة. يعني أن العقيدة الصحيحة اللي صححها هؤلاء عندهم أن الله عز وجل خلق آدم على صورته. ويقول في أول صفحة من الكتاب: أما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، مثل حديث الشاب الأمرد. يعني أما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال إن الله تعالى خلق آدم على صورته. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رده على الرازي أن هذا الحديث مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، يعني الله خلق آدم على صورة الرحمن. ونقل صفحة 76 ليؤكد أنه سيدنا آدم مخلوق على صورة الله. وشو معنى هذا الكلام؟ يعني بعد عنوان هذا الكتاب لا يبقى جدل: عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، مش في المنام. يقول صفحة 76 في الكتاب، قال: انتوا ليش بتنكروا انه سيدنا آدم على صورة الله؟ ليش تنكروا؟ بقول: وأيضا فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة، فإن في السفر الأول منها: سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. إذن عقيدة أن سيدنا آدم عليه السلام صورته على صورة الله والله خلقه على صورته، هذه عقيدة عندهم لا نزاع فيها، ولذلك ألفوا هذا الكتاب وهو جزء. طبعا الشيخ حمود التويجري نقل نقولا كثيرة من عدة كتب من كتب ابن تيمية على أنه يعتقد بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته. انتهينا من هذه النقطة. النقطة الثانية: ابن تيمية يوصي